ورتل القرآن ترتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. فهو السكينة والهداية والتقى، وهو الشفاء لكل ذي قلب سقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تقديمة وتوطئة وقراءة شيخنا الحبيب الشيخ جمال محمود الكبيسي، الموسوم بعنوان التيسير الكافي، التيسير الوافي في التجويد الكافي. يسر الله أمره في الدنيا والآخرة، ونفعنا من علومه الشريفة، وجعلها لنا نورا في دنيانا وأخرانا، وزادا لنا في معادنا. وهذا الكتاب محتواه كعنوانه: ميسر العبارة غزير المعاني، سهل الفهم لطلبة العلم، مبتدئهم ومتقنهم. قد كتب الله له القبول والبركة، مميز على غيره من كتب التلاوة رغم كثرتها وتنوعها. نسأل الله أن ينفعه به في الدارين، ويرفع منزلته في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين. فنبدأ على بركة الله وتيسيره بقراءة أبوابه، والشيخ حفظه الله يفك ما أشكل علينا من عباراته بشرحه الوافي، وبإجابته عن الأسئلة التي تتعلق بمواضيعه وأبوابه. التجويد لغة التحسين، واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرج وصفة وغنة ومد وترقيق وتفخيم. التجويد لغة التحسين. قال جود يجود تجويدا، ومنه والاسم منه أي اسم المصدر الجودة. يقال جوده إذا أتى به جيدا وحسنا. فمعنى التجويد لغة التحسين، وفي اصطلاح علم التجويد نعم واصطلاحا إعطاء كل حرف حقه، إعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة، ومستحقه من الصفات العارضة التي تنتج عن الصفات اللازمة. فينتج عن الاستعلاء تفخيم، وعن الاستفال ترقيق. فالتفخيم والترقيق هم وصفان عارضان. نعم. حكم التجويد شرعا: العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة لقوله تعالى: العلم به فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما العمل به، ما معنى العمل؟ يعني تطبيقه، أي تطبيق أحكام التلاوة أثناء القراءة من مد وإدغام وقلب وإخفاء وتفخيم وترقيق. فهذا يعد فرضا لازما على كل مسلم. لماذا؟ لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فورتل هو أمر بالترتيل، وقال ترتيلا تأكيدا للفعل، لأن المصدر يأتي مؤكدا لعامله وهو الفعل. قال: ورتل القرآن ترتيلا، تنويها على أن الترتيل مطلوب الاتيان به على أحسن وجه. فمثلا إذا كان قارئ ما يطبق أحكام التجويد ولا يعرف أسماءها ولا حقائقها، فهل هذا يأثم؟ لا يأثم، لأن قلنا العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين. إذا طبق أحكام التجويد كما ينبغي يرتفع عنه الإثم. ولكن العلم بمسائله وقضاياه وقواعده وأصوله، هذا يعني يقوم به البعض
الذين يعني يتصدون أو يتصدون لنشر هذا العلم، اللي هم أهل الاختصاص. أهل الاختصاص هم أهل العلم بهذا العلم، فالعلم به فرض كفاية والعمل به فرض عين، وهذا ما ذهب إليه المتقدمون. لذلك يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه. ذهب المتقدمون إلى أنه لا بد للقارئ أن يأتي بأحكام التجويد وإلا يعد آثما. أما بعض المتأخرين كملا علي القاري وغيره ذهبوا إلى أن الوجوب وجوب صناعي وليس وجوب شرعي، وهو خلاف ما ذهب إليه المتقدمون. حتى سئل شيخ الإسلام ناصر الدين الطبلاوي رحمه الله تعالى: هل يجب على القارئ أن يأتي بالغنة والمد والتفخيم والترقيق، وإذا ترك شيئا من ذلك هل يعد آثما؟ قال: نعم، لا بد من الاتيان بكل هذه الأحكام، وإن لم يأتي بها يعد آثما، لأنها هذه هي كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذت منه من الصحابة الكرام ورووها لمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وهكذا حتى وصلت إلينا بطريق التواتر. وأخذوا هذه الأحكام بالتلقي من النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلت إلينا بطريق التواتر. وهذه هي الكيفية المروية عن الحضرة النبوية الأفصحية الأحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا بد من الإتيان بها، والتقصير فيها يعد آثما، لأنه فرض عين على كل مسلم. نعم. موضوعه الألفاظ القرآنية الكريمة. نعم، موضوعه هو الألفاظ القرآنية من حيث هي. نعم. ثمرة اللسان عن الخطأ في نطق كلمات هذه الثمرة التي يجتنيها القارئ من دراسة أحكام التجويد، أن يصون لسانه عن الخطأ في القرآن الكريم. نعم. واضعه أئمة القراءة. واضعه من الناحية العملية هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قرأ بهذه الكيفية. وأما من الناحية يعني العلمية فقد وضع هذا العلم علماء القراءات، وضعوا له أصولا وقواعد. وكان الصحابة ومن بعدهم يعني يقرؤون القرآن بسجيتهم وبلا تكلف، يقرؤونه بالأحكام. ولكن بعد اتساع الإسلام وانتشاره فشت العجمة على بعض الألسن، فبالقرن الخامس الهجري وضع العلماء قواعد لعلم التجويد حتى يعني ينضبط اللسان بالنطق الصحيح. وإلا كان قبل ذلك العرب يقرؤونه بسجيتهم ولغتهم المعتادة بلا تكلف. نعم. استمداده من القرآن الكريم لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نعم، هذا طبعا دليل من القرآن، عندنا دليل من الكتاب والسنة على فرضية علم التجويد. الدليل من القرآن هو قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن كما علمتم. وأيضا يعني يبين فرضيته ما ورد عن الإمام السيوطي في الدر المنثور، ذكر حديثا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرئ رجلا من الأعراب القرآن الكريم، فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقرأها مرسلة يعني بلا مد، كلمة الفقراء قرأها مرسلة بلا مد، فأوقفه سيدنا عبد الله بن مسعود
وقال له: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد بها صوته. فهذا دليل من السنة أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن هكذا بهذه الكيفية. ولما خالف هذا الإعرابي يعني القراءة أوقفه وصحح له ما يقرأ. نعم. غايته الفوز بسعادة الدارين. غايته الفوز بسعادة الدارين لا شك ولا ريب. القرآن يعني هو الذي يتعلمه ويعمل به ويتخلق به ويتأدب به يوصله إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة لا شك ولا ريب. نعم. فضله أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها. نعم، وهو القرآن الكريم. أي. قال الإمام الجزري: ولفظ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل. يعني نزل بالتجويد، نزل مجودا، لأنه به الإله أنزل، أي نزل مجودا. وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد لأصله ما يجب فيه من الصفات، واللفظ في نظيره كمثله. فإن لفظت بالحرف مفخما وجاء نظير له بعده يفخم كالحرف الذي قبله، وإن كان مرققا فبالعكس، وهكذا. من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. نهينا عن قراءة التكلف يعني في القرآن الكريم، يعني لابد أن يقرأ المؤمن القرآن بطبعه بلا تكلف، لأن التكلف يذهب التدبر في القرآن الكريم، ويجعل هم القارئ كيف يعني يأتي بالأحكام وينصرف عن المعنى وعن التدبر. نعم. وبين تركه إلا رياضة امرئ بتركه. وليس بينه وبين تركه يعني ليس بين علم التجويد وتركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني يمرن لسانه ويدرب لسانه على النطق الدائم في القرآن الكريم حتى يعتاد النطق الصحيح، بحيث بعد ذلك لا يجد كلفة في إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها حقها ومستحقها.